الرحيم. اللهم صل على النبي. احنا هنعمل النهارده حمام محشي بالفريك. ده معايا الفريك اهو. همسكه اغسله وانقعه لمده ساعه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. غسلته كويس، شوف ميته رايقه وجميله ازاي، على ميه اهي. هسيبه بقى منقوع لمده ساعه. لازم يتغسل كويس قوي قوي لان بيطلع حاجات كده، ولازم ننقيه كويس عشان يبقى نضيف. حطيته في ميه نضيفه اهيت بعد الغسيل لمده ساعه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. زيت على السمنه علشان اعمل الحشوه الوقت. انا جبت بصل مفروم حوالي 4 بصلات كبار، وهحط معاهم القوانص مقطعاها صغيره اهيت، علشان على ما هو يكون البصل دبل تكون القوانص خدت ايه تشويحه، لان دايما القوانص معايا بتبقى ايه اجمد من الكبده. وهسيبهم يتشوحوا مع بعض على ما اجهز التوابل. وعندي الكبده هي متقطعه هي والقلوب. هسيب القوانص مع البصل ايه يتشوحوا الاول. انا هحط البهارات معايا. ملح، البهارات 7، كاري، فلفل، دول رشه ليمون مجفف اللي هو الاسود، بابريكا، ملح. كل ده هحطه هنا، بيدي روايح وطعم جميل جدا. وهقلبه مع البصل مع القوانص كلهم كمان ياخدوا تشويحه كمان كده. وهحط كده وهجيب جبين وهحط مكسرات بس في الاخر خالص عشان يفضل الطعم المحمص فيها بعد حتى ما اشوح البرغل. ده اختياري مفيش اجباري، يعني الزبيب والمكسرات ده لو متوفر. مش متوفر حتى لو مفيش فريك بكفايه قوي البصل مع القوانص، وبيدي طعم جميل جدا جدا، ويبقى في الحشوه طعمه حلو جدا كمان. يعني حتى لو مفيش الفريك ممكن برز، ممكن بلسان عصفور، يعني ممكن بحاجات، وممكن بالبصل بس. عايزه تحشيه زي ما انت عايزه، وهنشوف ان شاء الله ازاي هنعمله مع بعض. احط كده وهقلب تشويحه واحده بس كده. انا محتاجه هنا البرغل يتشوح، مع اني ما بقلبوش على طول. انا هحطه وهشوحه معاهم شويه. البرغل اهوت مسكته وصفيته، حطيته في مصفى وصفيته على ما البصل والقوانص والكبد يتشوح شويه بالتوابل. وبعدين هبقى ايه اشوح البرغل الفريك معاه. اخلط ما بين البرغل والفريك، معلش هو فريك هما من جنس بعض. الفريك عباره عن القمح الاخضر اللي معمول متكسر بالمنظر ده. اما البرغل ده بيبقى ناعم، ما بيبقاش، بيبقى من القمح الناشف، وبيبقى ايه ناعم، ما بيبقاش بالمنظر لو ما بيبقاش اخضر. فانا ده ايه بخلط ما بين البرغل والفريك. ده فريك الاخضر، ده بيبقى القمح الاخضر، يمسكوه ينشفوه ويكسروه بالمنظر. همسكه اشوحه شويه. انا هنا بقى عايزاه ايه نص تسويه. يعني ايه هقوم حاطه له كوبايه ميه او كوبايتين ميه على حسب. يعني انا مش هخلي الميه تعلو خالص، ودوب سقسقه كده، واقوم مهديه عليه ويسيبه يتفلفل مع نفسه كده. واقوم بقى ايه اطفي عليه لما يعني هنشوف مع بعض خطوه خطوه. انا الاول بشوحه، وبعدين لما اشوحه كده واحس ان هو اتشوح زي الرز المفلفل كده، واخدين بالكم، وهقلبه كل شويه كده. اقوم حاطه له بقى ايه كوبايه الميه او كوبايتين الميه عشان يفلفل ويبقى نص سوا، عشان اما اجي احشيه ما يبقاش ايه محفظ. هشوحه كده واقلبه كل شويه، وبعدين اوريكم واحنا بنحط الميه عليه. احط شويه زبيب وهقلب. زيت كده شوح فلفل، نزل كده شوح تشويحه حلوه كده عشان يشرب الدهون ويمتزج بالتوابل الجميله. وسقسقه بميه كده.
حوالي كوبايه، اكتر من كوبايه. شايفين الميه كام؟ مفيش، مش باينه خالص. انا دلوقتي هعمل ايه؟ ههدى عليه واغطي عليه واقلبه من امل اخر على ما يستوي نص تسويه، واسيبه يهدى خالص، ونشوف ان شاء الله ازاي هنحشي مع بعض. ان شاء الله معايا الفريك استوى اهو، جميل ومفرفر نص سوا. شايفين ما شاء الله. سيبه يبرد بقى ونشوف هنحشي ازاي مع بعض. الحمام، الحمام مغسول ومنقوع بالدقيق والليمون والخل. انا بقى بعمل ايه هنا؟ بنورقه. يعني ايه بنورقه؟ بنيجي على هنا كده بنضغط. زماني بعمل كده بايدي كده، بضغط على الحمامه كده، اضغط عليها كويس جدا. شايفين انا عملت ايه؟ ادها واحده ثانيه. شايفين انا بضغط على الحمامه كده من فوق، وبعدين باجي اخلي ما بين الجلد واللحم بصبعي كده بالراحه. يعني من هنا شايفين اللي بيتحشى بيبقى بالمنظر ده. الرقبه كده، دي زي ما هي مش مقطوعه، اللي هي الرقبه دي. فانا هشوف، هاجي اخلي ما بين الجلد واللحم بالراحه خالص. بعد ما اتكيت عليها كده هعمل واحده، لان انا طبعا بصور بايد واعمل بايد، وهوريكم هنعملها ازاي. شايفين خليت اهو الصوابع بتدخل ازاي. خليت ما بين الجلد ايه واللحم بالمنظر ده كده، وده اللي هحشيه. ونحشي مهوي، ما نلبسهاش جامد. هنشوف مع بعض، نعمل مع بعض واحده، بحيث لما يتحط في الميه اللي بتغلي وبعدين نهدي عليها ما يفرقعش. لازم يبقى ايه الحشوه مهديه. وهعمل كله زي ما انا عملت كده. هخلي ما بين الجلد واللحم، دي اسمها عمليه توريق. ومن هنا اهي هنحشي من فوق، من هنا في الحوصله، لما كان الحوصله والجلد، ونشوف مع بعض. اما اجهز الحشوه هنحشي مع بعض ونشوف. جبت شويه من المكسرات المحمصين كده، المكسرين، هقلبهم في الحشوه كويس. وهنحشي تحت الجلد زي ما انا عملت كده وجوه، وبعدين نشوف مع بعض. طبعا انا مش هعرف احشي وانا ماسكه بصور. انا هحشي واحده هتعرفوا يعني. بصوا اللي انا عامله تحت الجلد، مثلا هجيبها كده، هحط من جوه هنا كده، ومن جوه من هنا. هحشيها وهوريها لكم. انا حشيت واحده اهيت وسايباها مهويه، علشان طبعا هو لما بيستوي يتحط في الميه اللي بتغلي بيزيد. فعشان ما يفرقعش لازم نسيبه مهوي بالمنظر ده. ومسكته كتفته، حشيته من جوه ومن هنا. هخلص الكميه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وبنحط الجناح كده زي بالمنظر ده من ورا كده، تبقى زي مسنوده عليه كده. نخلص الكميه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ما شاء الله انا خلصت الحمام كله، حشيته. هنا بقى عندي هعمل ايه؟ ميه بتغلي، حطيت فيها بصل، طماطم، ورق لورا، حبهان، فلفل، ملح، عود قرفه. كل ده حطيته عشان يدي طعم جميل. وهمسك الحمام معايا هحطه على ضغط بالمنظر ده كده. شايفين؟ علشان ما ينفجرش معايا. ومجرد ما هحس لان الميه حطيت كله، هو مجرد ما احط الحمام الغليان الجامد ده هيهدى، لان بياخد من درجه الحراره. شايفين بالمنظر ده؟ هكمل الكميه بتاعتي وهسيبه لما يستوى. هعرفه انه بيستوى ازاي؟ من الجناح همسك الجناح بتاعي كده واتك عليه بصبعي. انا ما بقلبوش خالص، انا بسيبه بالمنظر ده. انا مجرد ما احط بقيه الحمامات الميه هتعلو وهتيجي لعند الصدر من فوق، وهنشوف ان شاء الله مع بعض. حطيت الحمام كله في الصينيه، همسكه بقى اغطي عليه على ما يستوي. انا بحط في صينيه ليه؟ علشان كل واحده تبقى جنب اختها، ما يعني ما ينفجرش، ما يتهريش كده. كل واحده بوحدتها، ويبقى سهل عليا ايه بالمنظر الجميل ده. ونشوف لما نخلص بقى باذن الله نشوف هنعمل ايه. هنا طماطم وفلفل وملح، وهحط معلقه زيت
معلقتين زيت ومعلقه سمنه. الحمام خلاص استوى، انا هعمل له دلوقتي تتبيله كده هحطها على الوش، هوريها لكم معايا اهي عشان ادخله تحت الشوايه ياخد اللون المنظر ده، واحطه تحت الشوايه. ممكن لو في عندي صلصه، بس انا ما عنديش صلصه، بحط معلقه صلصه معلقه زيت معلقه سمنه وبخلطهم مع بعض، وممكن معلقه عسل نحل للي حابب، بس العسل بيخليه يتشعوط بسرعه، فبما اني مش هقليه في الزيت هحطه تحت الشوايه ما حطيتش عسل. انا دلوقتي الحمام جاهز اهوت، هحطه الفرن سخن من تحت، وفي نفس الوقت هولع الشوايه من فوق. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبالف هنا وشفا.